النهارده هنتكلم في 3 طرق ازاي ان انت تبقى عندك تمبلت جاهزه ان انت تخلي الايميل لو انت بتبعت زي ما احنا اتفقنا ايميلات متكرره بس اختلاف بعض البيانات اللي موجوده جواها. مثلا انت راجل شغال في قسم مثلا شكاوي جوه شركه، فانت متعود ان انت تبعت نفس التمبلت مع اختلاف اسم العميل اللي عنده الشكوى. انت بتبعت التمبلت السيد الفلاني رجاء المساعده في حل مشكله العميل، رقمه كذا، رقم الكيس كذا، رقم كذا. فهو التمبلت بتاعت الميل واحده ولكن البيانات اللي جوه مختلفه. تمام. فانت طبعا لو مش عارف النقطه اللي احنا هنتكلم فيها دي، انت كل مره هتضطر تكتب او هتضطر ان انت تخش على السنت ايتمز وتاخد كوبي وتروح رايح حاططها على نيو ايميل. طبعا كل ده بيهدر معاك وقت. طيب احنا عندنا 3 طرق، انت هتختار منهم طريقه او عايز تستخدم الثلاثه براحتك. طيب ايه هي الطريقه الاولانيه؟ الطريقه الاولانيه ان انت تثبت رساله في فولدر خارجي. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا هنعمل رساله كده، تمام. انت بعد ما كتبت الرساله زي كده بتروح داخل هنا وتروح دايس سيف از، تمام، وهتقول له سيفها لي على هيئه مسج فورمات، تمام. هتسيفها مثلا على الديسكتوب وهنسميها زي ما انت عايز وهتروح دايس سيف. طيب انت بقى خلاص بعت الرساله دي، هتروح رايح كده وهتروح دايس دبل كليك وهتفتحها على الاوتلوك، هيروح فاتحها لك كرساله مكتوبه، هتروح مفتوحه بالشكل ده. انت يا دوبك هتعدل مثلا في رقم الكيس او ايا يكن التمبلت اللي انت محتاج ان انت تحطها وهتروح دايس سند، تمام. عايز تبعت رساله تاني هتروح ايه نفس الكلام فاتحها على الاوتلوك، هتروح فاتحها لك على هيئه رساله. عايز تضيف حد، عايز تحذف حد، دي اول طريقه.